صباح الخير عليكم. النهاردة فيديو جديد زي ما انتوا شايفين كده. يومنا ده كان اخر يوم لينا في هوايلو جاردن، وقضيناه يوم لطيف لذيذ. والايام خلصت بسرعة جدا زي ما انتوا شايفين كده. ده كان اكسين موجود في الفندق. وهنا صاصة بقى واحمد احمد كان بيلعب عمال ينط ويشجعه ان هو ينط في المية وكده زي. فده كان اكبر بسين، كان اعماقه مختلفة، كان تدريجي كده تقريبا. وقضينا شوية على البسين وبعدين طلعنا على البحر. كان فيه هناك بقى زي مراجيح كده، والاولاد كانوا فرحانين جدا زي ما انتم شايفين، وكانوا عمالين يتمرجحوا. كان جو لذيذ قوي 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 قوي. كمان بقى على البحر بيبقى فيه شезлونجات كتير خالص تقدر تستريح عليها. وهنا انا ويونس العسولة كان بيتمرجح. وهنا بقى صوص سليم كان لوحده برضو. اما هنا بقى صاصة كان عايز يلعب شوية في الاكوا بارك، فخد الاكوا بارك كلها حاجة حاجة عشان يلعب فيها. زي ما انتم شايفين البسين بتاع الاكوا بارك 45 سنتي، يعني حاجة امنة جدا جدا لجميع الاطفال من سن سنتين لحد مثلا 10 سنين بيلعبوا في الاكوا دي، لان هي البسين بتاعها بيبقى شغوط، والالعاب بتاعتها بتبقى ظريفه ولذيذه يعني. فلو انتي حابه تحجزي في الفندق ومعاكي اطفال، فهم هيتبسطوا جدا 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 في الاكوا بارك بتاعته دي، وامنه جدا عليهم وما تخافيش. يعني انا كنت ببقى في مكان وصوصه في المكان ده، وبسيبه يلعب لوحده وبيجي لوحده برضه. فكان الوقت المكان امن جدا 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 على الاطفال يعني. فهو بقى هنا كان بيلعب لعبة تانية زي ما انتوا شايفين. كان مرة ينزل بوشه ومرة ينزل بظهره، وكان مستمتع خالص يعني. وهو اصلا صاصة بيحب الحاجات دي جدا. زي ما انتوا شايفين بقى الاطفال هنا كتير خالص بيلعبوا الالعاب المختلفة واعمارهم، يعني هتلاقوا ناس كمان هنا ناس اطفال كبيرة بيلعبوا في الالعاب بتاعة الاكوا دي، عشان هي امان جدا ليهم، بيبقوا خايفين من الالعاب الكبيرة. طبعا كان في العاب كتير، وكل معظم اكتر الالعاب كل حاجه عاملينها بشكل حيوانات، يعني مثلا على شكل ضفدعه، على شكل ثعبان، على شكل زرافه. كان في العاب كتير يعني شكلها مبهج جدا للاطفال زي ما انتم شايفين كده. دي العجله بتاعت الثعبان شكلها جميل قوي ومبهجه جدا. هنا بقى طبعا خدنا طلعنا على البحر شويه. وطبعا سليم كان خايف جدا من المية، وكان اخر ان هو يمسك زلط ويحدفه بس على الشط كده. وصاصة واحمد بقى زي ما انتم شايفين في اول الفيديو كانوا جوه خالص وبيلعبوا في البحر يعني. وصاصة كان متشجع ومش خايف. اما سليم كان خايف جدا ينزل، واحنا هنا كنا على الشط بره، يعني في سنة امان شوية، بس برضو عايز حد يشيله. صاصة بقى طبعا البحر هنا كان صخري، يعني لو حد هيجي هنا انصحه يجيب شوز للبحر، عشان البحر صخري جدا وفي ناس اتعورت، ما ينفعش تنزلي بيه برجلك. هنا طبعا بقى تكملة الفيديو بتاعت صاصة، ان هو كان بيلعب في البسين والاقوى وكده. ودي آية بنت عمته كانت برضو هايبة المية شوية وخايفة، بس كانت لما بتلاقي صاصة بيعمل حاجة كانت بتحاول تتشجع وتعمل زيه. هما الاتنين تقريبا سن بعض، بس اكبر من صاصة بشهور. ودي بقى كانت الاكوا بارك الكبيرة اللي هي بتاعت الكبار. كلنا كنا بنركب فيها جميع الاعمار وكده. طبعا زي ما انتم شايفين ده شكل الاكوا بارك الجامده جدا. العاب كلها مبهجه مبهجه جدا جدا. هي مشكلتها ان هي بتفتح بس تقريبا من الساعه 10 ل12، وبعدين بتفتح تاني. عشان كده شايفين زحمه وتكدس كبير عليها، لان بتفتح ساعتين وبعدين بتريح، وبعدين ساعتين تاني بتفتح تاني من 4 ل5 او من 3 ل5 من 3 ل5. فزي ما انتم شايفين هتلاقوا فيه زحمه كده عليها يعني. هنا احمد ونادية بيتزحلقوا فيها، بيجمد قلبها يعني عشان كده. كانت بصراحة خطيرة يعني بمعنى صح.
اللعبة دي سهلة برضو، في أطفال فيها كانوا بيركبوا يعني أطفال مثلا من أمان أكتر من 12 سنة كده كانوا بيبدأوا يركبوا فيها. في ناس كانت بتركب 10 سنين، في ناس كانت بتركب 8 سنين، على حسب. لو الطفل بيعرف يعوم ما تخافيش عليه، ما تقلقيش عليه خالص. لو ملبساه بلايف جاكيت برضو ما تقلقيش عليه. لو لابس كتافات برضو ما تقلقيش عليه. بيبقى متأمن يعني. كده كده برضو بيبقى فيه غواصين واقفين على البسين، لو حصل لا قدر الله اي حاجه بيلحقوا الدنيا يعني. وهنا كان صاصع واحمد، حتى شايفين الميه بتاعتها مش بسرعه، هاديه قوي يعني، براحتكم كده. هنا صاصه برضو كان احمد واخد صاصه على رجله ونازل بيها اهو، فما كانتش صعبه ولا حاجه. حتى في الالعاب الكبيره دي برضو فيها حاجات للصغيرين، زي شايفين الاطفال الصغيره دي اهو، ده عنده 8 سنين مثلا ولا 7 سنين اهوت كان راكبها. بصراحة هي ظريفة جدا 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 جدا. واحلى حاجة في الفندق هي الاكوا بارك، ممتعة ممتعة ممتعة. هو بس اختاروا الوقت يا جماعة اللي انتوا ممكن تروحوا فيه مجموعة هوايات. يعني ممكن لو رحتوا في شهر مثلا من 9 و10 هتلاقوا الدنيا خفيفة وظريفة ومفيش زحمة والعدد ده. لو رحتوا برضو 5 و6 برضو هتلاقي الدنيا خفيفة. لكن 7 و8 دول بيبقوا أصعب الشهور، وبتبقى زحمة جدا 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 زي ما انتوا شايفين. الزحمة دي مش بتشوفيها فعلا، لأن الفندق كبير، مش بنشوفها غير في وقت الأكوا بارك ووقت ما بنروح الفندق الفطار والغدا والعشاء والجو ده. الزحمة بس بتشوفيها في الوقتين دول، غير كده الشاطئ بتاعه كبير جدا جدا جدا، الشماسي والحاجات دي كتير جدا عليه. برضو الحمامات السباحة هناك كتير قوي، غير اللي فيهم أكوا بارك. والفندق كبير تقدري تتمشي عليه. في قعدات كتير، استراحات، اذا كان في الريسبشن، اذا كان في يعني قعدات كده على البحر، شماسي وكده، وعلى المراجيح. في كذا مكان تقدري تقعدي فيه، وفي كافيهات كتير، وفي بازارات كتير ممكن تقدري تعملي تسوقي شوبينج جوه حاجات كده. يعني المكان كبير، فبصراحة ظريف ولذيذ يعني. هي المشكلة بس في مع مواعيد الأكل، بتلاقي الزحمة في المطعم وفي الأكوا بارك. زي ما انتوا شايفين هنا بقى كان ده العشاء بقى فيه محاشي ورزات كتير وبط وفراخ وبيبقى فيه كمان عاملين بقى، ممكن تلاقي لحوم، يا اما عاملين كده خروف زي ما هو كده، وكفتات بقى وسلطات وجميع انواع المكرونات بقى، المكرونه الحمراء عادي والوايت صوص، ممكن مره يعملوا سباكيتي، ممكن مره يعملوا اقلام. برضو كان كل يوم كده ممكن تلاقي عاملين يا اما بيتزا، يوم برضو ممكن يعملوا حواوشي. الحاجات اللي زي دي. كان في يوم برضو عاملين فيه فطير كده بالعسل، كان ظريف. مهرجان البطيخ ده يوميا موجود. الحلويات بقى، بصوا جميع ما عينك ما تشوف، بيبقى اجمل بوفيه بيعملوه في الحلويات. جاتوهات بقى كتير قوي قوي قوي، حلويات شرقي وغربي. برضو بصوا هنا سليم كان وقت الغدا، وكان بيغمس، بيحط الصبع على الكفته في البيبسي. مش عارفه هو ازاي عمل كده، بس بابا لما شافه بيعمل كده صوره. هو بنقول له حط في الطحينه، يقول لا هو عايز يحط في البيبسي، ما نعرفش بقى او كده. فسيبته يعمل اللي هو عايزه طالما مستمتع بيه وتمام، خلاص هيس مع نفسك. هنا كنت بوريكم اللي هو بيعمله. بصراحة بقى يا جماعة في مشكلة جامدة قوي، يعني انا عايزة بقول للناس كلها عليها. بلاش تجيبوا اكل كتير انتوا مش هتقدري تاكلوه. جيبي على قد ما تقدري، يعني جيبي الاكل اللي انت هتقدري تاكليه، وبعد كده لو خلص روحي هاتي تاني، هو كده كده موجود يعني، كده كده موجود. بس بلاش والله، في ناس بتجيب عيش كتير، بتجيب لحوم كتير جدا، رزات كتير، والاخر بتترمي. يعني جيبي على قدك، عشان هم كده كده اي حاجه موجوده على الترابيزات بيرموها بتتبقى. فبيبقى باقي لحوم، بيبقى باقي رزات، بيبقى باقي مكرونات، بيبقى باقي مخللات، سلطات، حلويات، بيرموا. ما عندهمش هم تعليماتهم كلها ان ما فيش حاجه بترجع المطبخ تاني، كله بيترمي. هنا بقى كنا راجعين من البحر، كان الجو تحفة جدا جدا جدا. الجو كان هادي، وولعوا وبدأوا ولعوا الأنوار. أحلى حاجة في مجموعة هواي إن نسبة الخضرة اللي فيها تحفة، مخليه المكان حلو قوي، وتمشي ويبقى شكله ظريف كده. هنا خلاص كنا ماشيين بقى ومروحين. فكان آخر يوم لينا ده، وكنا خلاص هنا كنا مروحين بقى
زي ما انتم شايفين كده. كل الناس كانت زعلانه ان احنا مروحين، يعني حتى الاطفال هناك كبار كانوا بيعلوا بسرعه، على 4 ايام عدوا بسرعه كده. ف برضو الاتوبيسات بتاعتنا كانت كلها مكيفه، وكمان زي ما انتم شايفين كل كرسي قدامه التابلت بتاعه، تقدري تلعب عليه العاب وعليه افلام وعليه موسيقى برضو. وهنا بقى كنا مشغلين شويه كده اغاني وفرفشه ونعنشه في قلب الباص عشان الدنيا تفك كده وكده يعني. نسليم بقى كان بيحاول يرقص ويظبط لكم الدنيا، يعني بينعنش لكم الجو. وهنا يونس بقى كنا عمالين نضحكه شويه عشان كان حران بقى وزهقان. طبعا في الوقت ده كنا الناس كلها كانت فاتحه الشبابيك لان احنا كنا الصبح، وطبعا اول ما الشبابيك تتفتح التكييف ولا كانه موجود، فعشان طبعا دخله حراره وكده فكنا فاصلينه. لما بنعوز بقى نقفله ولازم الباص كله يقفل الستاير ونضلم الدنيا عشان خاطر التكييف يشتغل ويدي بقى ايه الجو الحلو يعني. بس كده، وكانت رحلة لذيذة وظريفة وسعيدة، وعقبالكم كلكم وعقبالي ان شاء الله المرة الجاية ما اعمل لكم فيديوهات تانية ان شاء الله في فندق جديد بإذن الله. بس كده، ولو لسه اول مرة تشوفي القناة بتاعتنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. ولو في اي استفسار ممكن تكتبوا لي في الكومنتات هرد عليكم كلكم. طبعا ما نفوتش اللحظه دي ان هتقولوا لي سليم غير عشان خاطر كان بهدل هدومه فغيرت له في الباص. هو هنا كان لابس حاجه من شويه دلوقتي لابس حاجه تانية، هو وجده بقى كانوا قاعدين يلعبوا وكده فبيضيعوا وقتي يعني. بس كده، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، ولسه مش اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، مع السلامه، باي باي. ابوكي وصلوا بيلعبوا بيس. انا بتاعي لما انا كده عشان الشمس. لا كده عشان الشمس يا شد كده يا اسمك ايه؟ مناخيرك قد شويه ولا يا عبده بقك عينك انت عايز تفتحها يا محمد؟ طيب شد من فوق من شد من فوق. طيب سيب اللي في ايدك دي، دماغك سيب دي. طيب ايدك الثانيه دي. طيب رجلك طيب ما رجلك رجلك